صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلام الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك. اليوم مسجل لكم في الفيديو الخميس اليوم قاري بسيومان بلوكيت توفى وباش تدخل الباك الكبير إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. الطقس محلاه، المطر قاعدة تصب ما شاء الله. حبيت لهنا نشارك معاكم الروسات متاعي من الفيل البسيسة، كنت حكيت لكم عليها في الفيديو متاع أمس. البسيسة نشري 4 كيلو قمح، نسوم القمح ونشوح مليح في الشمس، ومن بعد معناها نعرجوا على النار. ومع القمح هذاك كيلو فول مصري، كيلو عدس، كيلو حمص. الحمص هذاك حاضر متاع بسيسه مختلف على الحمص الاخر، راه كيلو ذراع. وهذاكم ونفوحهم بالطرونجيه كلي، الزعتر، حبه حلاوه، كمون كحل، كمون اخضر. اللي عندي قد ما عندك تفوح، تجي البسيسه ريحتها محلاها. وكل الحشايش هذيك تخليها ما تعملش الجير وما تعملش الغاز في نفس الوقت. وديما قد ما واحد يعمل بسيسه يحطها وهي تحتاج هكي معناتها في الطوارئ صباح كذا الانسان مزروب، والا توا فتره امتحانات تقوي وتقنع. وحتى فيها كل البقول هذيك باهية للصحة، وكله باهي للدم، تخلي ديما البدن واقف. لهنا نخلط فيها، نخلط حكتين، حكة لينا وصغار وحكة لزوجين، نخلطهم زيت زيتونة ومحسوب ما نعملش سكر، على خاطر ديجا فيها شامية حلوة. ومرة فاتت وريتها لكم باللوز، لهنا عملتها بالشامية. وكل مرة واحد كيفاش يحب، ثم شكون يخلطها بالعسل، ثم شكون يعمل مكسرات فوق، وكل واحد وش يحب. وكل مرة المهم واحد يبدل مطعم. وديما البسيسة قد ما الواحد يرطبها في الطاحونة تجي محلاها. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللي يحب في الصيف كيما نحضروا علتنا من كل شيء، نحضروا علتنا من البسيسة نحطها اكوتي، والا اونترتون كل مره واحد يحضر وانتو في الكونتيتي يعمل كونتيتي واحده اخرى. ما تنسوش لايك واشتراك في قناتي اللي ما اشتركتش في قناتي، فضلا وليس امرا ندلل عليكم اخواتي. وان شاء الله باش نرجع نهبطوا كل يوم باذن واحد احد. وكيما وعدتكم قبل نوصل 50 مشترك نحل معاكم لي كومونتير. شمي هذيك كانت الحكه، كانت هذيك صدقوني سنوات اللي كانت ب500 فرنك، تولت ب1200. اما انا شريت الحكتين صغيرين على خاطر عملت خلطت طريف بركة، وكل مرة نخلط باش معناتها ما تنسيش البسيسة وكل. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. شهوة الأولاد كانت لوبيا بالكعابر متاع الدجاج. فرمت الدجاج وعملت فيه الثوم، عملت فيه الفلفل الأكحل، زرعت البسباس والتابل وكله، ورشة ملح خاطر كل الكعابر تقلاها غير ملح. من بعد كانت تجيك مسوسة على حتى وانت تطيب الحاجة بالملح يلزم هي فيها رشة ملح باش تخرج من داخل ملحة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. تجي ساعات تحسه ما عندوش مطعم، حتى كي تفوح وتحط فيه القارص وتحط فيه ساعة الخل وتبيته حتى فيه تحس ما عندوش مطعم. يولي ما غير ما الواحد يطيبه ديريكت، نولي نفرموه نعملوه كعابر تجي بنينة وتتكل. والسكالوب يجي محلاه. اسكالوب الكيلو 18 دينار، عاد واحد يولي يشري دجاجة متاع 20 دينار يربح سكالوب متاعها ويعمل به أكثر من وجبة. والكعابر محلاه، الكعابر حتى نصبروها في الزيت وكل وتقعد. نستغفر الله ونتوب إليه. هذوك مسحفتين متاع البسيسة متاعنا. هاني فكرة الفطور الصباح وكل. الدروع ما نعملوش برشا، على خاطر الدروع اللي قديم يقولوا راهو الصغير يقفل العظم. نستغفر الله ونتوب إليه. البلاستيك نخلطوا فيه يكون بلاستيك صحي، على خاطر ثم بلاستيك اللي فيه مواد مسرطنة. نحن كي نشرب بلاستيك نشوفوا تو نلقوا فيها كل المغرفة والفرشيطة وكل، وإلا ساعات تكتب فيه بيبي آفري، هذاك بلاستيك معناها صحي كل. ديما ناخذ المعلومة ذيك بعين الاعتبار. هذه اللوبيا متاعنا نقلي الكعابر في الزيت من قبل هذا وهذا، ومن بعد الزيت هذاك نزيد عليه البصل نفوح بالطماطم الحكة ولا طماطم الكعب والهريسة، الفلفل زينة، الثوم حتى كي نعمل في الكعابر في اللوبي في روح نعمل الثوم متاعي.
ديما اللوبيا راهي تحسها معناتها فيها الغاز، يولي واحد يحطها في الكوكوط وحدها، وكا الرغوة ذيك ينحيها قبل ما يسكر الكوكوط باش ما تفيضش الكوكوط كي تسكروا مازالتك الرغوة البيضة ما تنحتش تفيض. لهنا وصلت معاكم بريسك لنهاية الفيديو، فيديو قصير ان شاء الله. ان شاء الله في الايام القادمة تكون الفيديوهات اطول شوي. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو قادم، وان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا في امتحان البكالوريا. يا رب، وان شاء الله ربي ينور بصيرتهم للخير، وان شاء الله يفرح ربي كل دار، وان شاء الله نسمعوا الزغاريد في دار كل دار من الديار التونسي، وفي كل دار من ديار العالم الكل. ان شاء الله ربي ينجح ويسدد خطى العباد الكل فيما فيه صالح الدين والدين.